البنت دي بتكون مخطوفه وكاتبه على عينيها انها مخطوفه وبتغمض عينيها كذا مره عشان توري الراجل اللي شغال في المطار وينقذها. فالولد بيقول لها لازم اخدها ونتحقق معاها عشان شاكين فيها. وقبل ما تمشي بيقول لها لو قلت على اي حاجه مش هسيبك. وبعد ما بيمشي بيشوف ان مكتوب على القميص بتاعه مخطوفه وبيعرف انها ورت للولد كلمه مخطوفه وبياخدها على الاوضه بيقول لها في ايه وبتقول ان ده خاطفني من اهلي وعايز يسفرني على بلد غريبه ما اعرفهاش وبتقول انا رحت على البلد دي هموت وبيقول لها ما تقلقيش انا مش خليكي تروحي معايا. وبيسمعوا الباب بيخبط ولما ما بيردش بيكسروا الباب وبيدخل الواد اللي خطفها مع المدير وبيقول له فين البنت وبيقول له دي مشت. فالمدير بيقول له انت مطرود وبيديله $100 حق شغله. وبعد ما بيمشي بيطلع ان هو مخبي البنت في الشنطه وبعد شويه بيرجع لها هو جايب لها تذكره سفر على بلد قريبه منها وبياخد التذكره وسافر وعيش هناك عشان لو عايش هنا مش هيسيبك. والبنت بتفرح بتقول له بس انت اتطردت بسببي وصرفت فلوس كتير على الطياره. وبلا عادي انت زي اختي. وبلا الطياره قدام ساعتين وتتحرك وبيقعدوا يلعبوا ويهزروا مع بعض. وبعد ما بيجي وقت الطياره بتجري عشان تلحق الطياره قبل ما تتحرك بس بيجي الجوز بيقول ايوه هي دي مراتي وده اللي خاطفها. والظابط لما بيبص على البطاقه بتاعته بيقبض عليه هو عشان طلع ان الولد التاني هو المبلغ.